مرحب بك. موضوعنا الليلة عن هل المسيح هو الله، وده موضوع كبير هنناقش فيه ونلقى أدلة من الكتاب المقدس وكمان من القرآن. في إنجيل لوقا أصحاح 9 آية 56 بيقول: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. هنا يا جماعة بنلقى المسيح بيسمي نفسه هو ابن الإنسان. ما لاقاني كان في القرآن الكريم ولا في إنجيل أو في كتاب المقدس عامة إنه في واحد بيسمي نفسه ابن الإنسان. ما في. يبقى الاسم ده بيشير إلى المسيح بس براو. في سفر دانيال اللي هو واحد من كتب أحد القديم، ده طبعا كتاب اليهود، ولكن المسيحيين بيؤمن فيه عشان عنده أدلة ونبوءات بيشير إلى المسيح. ففي أصحاح 7 من آيات 13 ل 14 سفر دانيال بيقول: كنت أرى في رؤى الليل، وإذا ما سحب السماء مثل ابن إنسان أعطى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأوتي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. فهنا يا جماعة بنشوف إنه في رؤية بتاع دانيال بالليل هو شايف واحد بيشبه الزول، بيشبه ابن الإنسان، والإنسان هو المسيح بنفسه. هو جاء قريب من قديم الأيام، وقديم الأيام هو الله بنفسه. فالله قام سلم لابن الإنسان السلطان والمجد والملكوت، يعني سلم له كل المسؤولية، وقام قال خلي كل الشعوب والأمم والألسنة يقدم له العبادة. والسلطان الله وداه لابن الإنسان سلطان ما بينتهي، سلطان أبدي، سلطان ما بيزول، وملكوت ما بينقرض. فالزول اللي بيرفض المسيح، بيرفض ابن الإنسان، هو في خطورة، لأنه ابن الإنسان هو الماسك السماء والأرض وكل شيء على يده. عرفنا المسيح بيسمي نفسه ابن الإنسان، لكن في حاجة مختلف في إنجيل متى 3 الآية 17. فبنشوف إنه بعد ما دخل المسيح الموية وأخذ المعمودية من يوحنا المعمدان، يلا بعد خروجه من الموية أو بعد صعوده من الموية في حاجة حصل. خلينا نقرأ عنه. وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. نقرأ تاني. وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. كلمة ابني الحبيب سررت جاء من السماوات، ما بس سماء واحد لكن السماوات. منو يهو ساكن في السماوات يا جماعة؟ منو؟ إلا الله. الله يهو ساكن في السماوات، فهو يهو يشهد عن المسيح هنا. قال ده ابن الحبيب، ابني ولدي الحبيب. إذا كان الله بنفسه بيشهد عن المسيح إنه هو ابنه، عندنا كلام؟ ما عندنا كلام. فبنقبل الله بيقوله بإيمان، ما بنناقش
لأنه الله بيعرف أكثر مننا. ما كنا بنعرف المسيح إلا الله كلمنا عن المسيح. ما بنعرف إنه هو ابن الله إلا الله كلمنا إنه ده ابنه. فالبار بالإيمان يحيى. الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 1:5-8. الله بنفسه يشهد عن المسيح ابنه. من آية 5: لأنه لمن من الملائكة قال خدت أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار، وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قديب استقامات خضيب ملكك. الله خلق الملائكات من الريح، من الهواء، وهم من يمشوا كده قال قدامهم بيولى نار، لهيب نار، ودي حاجة عظيمة. وكمان كتاب مقدس قال إنه الملائكات أعظم من الإنسان في قوة، فهم يعني ما بنقدر عليهم يعني في بعض الحاجات. فوق ده كله ما حصل يوم الله كلم لواحد من الملائكات إنه أنت ابني أنا اليوم ولدتك، أنت ابني الحبيب، أنت ابني الوحيد. الكلام ده كلمه بس للمسيح، هو براءه كده بس. وفوق ده كله الملائكات الكلام عنهم ده قال هم ذاته يسجد للمسيح، لتسجد له كل ملائكة الله. كل ما قال ملائكة واحد فضل ورا، كل الملائكات بيسجد للمسيح. شوف الله يوا عمل الكلام ده. وعلى راس ده كله الله بيخاطب ابنه الله كمان. الله بيخاطب ابنه إنه هو الله كمان في آية 8: أما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. الكرسي بتاع ابنه كرسي بتاع الله إلى دهر الدهور، يعني ما بينتهي. يعني هو ماسك، هو قاعد في كرسي. القاعد في كرسي منو يا جماعة؟ المسيح ابن الله. والكرسي ده عنده زمن معين، هل زمن مؤقت هو هيقعد فيه وينزل؟ لا، وقاعد في كرسي ده إلى دهر الدهور. ملكه مستقيم، ملكه ملك إلى الأبد. أشعياء 7:14: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتضع اسمه عمانويل. فأشعياء شاهد في الكلام ده قبل ولادة المسيح بمئات السنين لورا. فهو قال إنه السيد نفسه يبي يديكم آية، يبي يديكم العلامة، يبي يديكم الإشارة عشان تعرفوا الكلام ده. كيف هتعرفوا؟ قال العذراء يبي بتحبل وبتلد الولد، والولد ده أو الابن ده هيسموه اسمه عمانويل. هل حقق الكلام ده في التاريخ إنه العذراء ولدت ولد واسمه سموه عمانويل؟ تم تحقيق الكلام ده يا جماعة
لما ولدت العذراء يسوع المسيح في بيت اللحم، وإثبات بنلقاه في إنجيل متى أصحاح 1 من 21 ل23 بيقول: فستلد ابنا وتضع اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتضع اسمه عمانويل، الذي تفسيره الله معنا. فالنبوءة بتاعت أشعياء قال: خدوا بالكم يا جماعة، كان عذراء ولدت والولد سموه إيمانويل، ده يهوذاته العلامة الكبير، لأنه ما هيكون في زيه وما حصل قبل كده زيه. الجنة اللي بيولدوا اسمه إيمانويل هو يهوذا الله الجاي عشان يكون معانا، بل واضح الله معانا. إيمانويل المسيح هو الله معانا. في نفس الوقت إشعياء 9 آية 6 بيقول: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رئاسة على كتفه ويدعو اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. أنا بيقرأ تاني: لأنه يولد لنا ولد. يا جماعة ولد بيولد لنا، ونعطى ابنا، الابن ابن الله ابن الإنسان، وتكون الرئاسة على كتفه، وتكون الإدارة على كتفه، وتكون الحكومة على كتفه، المسؤولية على كتفه، الكون على كتفه، ويدعو اسمه عجيبا. لما نقول هو إله، هو ابن الله، ناس ما بيصدقوا لأنه اسمه عجيب أصلا. اسمه عجيبا مشيرا، هو المستشار يا جماعة، هو الزول الكبير، هو الجريت كانسلر. إلها قديرا، ما في كلام تاني. هو إله يا جماعة، مش إله بس، إله قديرا، هو قادر على كل شيء. مش بده، هو كمان أبا أبديا، مش لليلة وبس، لبكرة وللأبد. هو رئيس السلام. لو شفتوا في التاريخ ما في إله السلام إلا المسيح، لأنه هو بيودي السلام في كل. انت لو مريض بيشفيك، انت لو عندك أوجاع بيشفيك. إله السلام. حتى أمراض النفسية هو بيشفي كله، حتى لو انت ميت بيقومك من الموت. في تاني حاجة أشعياء قد يستمر بيقول: برغم انه هو إلهنا لكن حقرناه، احتقرنا به، وخليناه مخزول من الناس، بقيناه بقى رجل الأوجاع، وهو بيختبر الحزن المبالغ فيه. ده كله مننا وعشاننا. حتى هو إلهنا لكن بندوس وشنا منه، ما عايزين نشوفه، ما عايزين نؤمن به، ما عايزين نسمع كلامه، ما عايزين نسمع ذاته عنه. وده كتير مننا قاعدين نعمل الكلام ده كل يوم، كل سنين، حتى عند الممات. إنجيل يوحنا أصحاح 1 من 1 ل5: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة،
والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. بعد ما شفنا إنه المسيح هو ابن الإنسان، هو ابن الله، هو المشير، هو إله قدير، هو أمير السلام، هنا بنلقى إنه هو الكلمة اللي هو كلمة الله. في نهاية آية الأولى بيقول وكان الكلمة الله. الكلمة دي يا جماعة بنفسه هو الله. نقول باللغة العربية إنه الكلمة دي هي الله. في آية 2 هذا كان في البدء عند الله. الله ما كلمته يا جماعة، هم قاعدين في البداية. زي الليلة كان زول عمل مشكلة، تقولت كلام وحش، بيمسكوك بيخطوك في حراسة عشان كلامك. يعني كلامك هو أنت، كلام الله هو الله. في آية 3 كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يا جماعة بواسطته يا جماعة حاجات الموجود في الأرض كله جو في حضور. حاجات طلعوا من خلاله، وبدونه ما في حاجة اللي شايفينه عليها بيكون موجود. في آية 4 فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. فيه يا هو شنو الحياة؟ الحياة وين يا جماعة؟ في المسيح. زي ما عرفنا إنه الله الأب سلم له كل السلطان، كل المسؤولية. الحياة لكل المخلوقات جاي من عند المسيح. والحياة ده يا نور الناس، يا منور الدنيا. يعني هو ذاته نور العالم، زي ما هو كلم قال أنا هو نور العالم والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الظلام يا جماعة، الظلام ما بيعرف النور ده. نحن ما بنعرف يسوع المسيح، ما بنعرف مصدر الحياة دي، عشان كده انت تايهين. لكن الليلة انت مبارك، انت سمعته. اللي خلقك هو المسيح، هو كلمة الله، هو المدير، مدير حياتك. في آية 11 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. المسيح جاء يا جماعة إلى الناس اللي هو خلقهم، لكن الناس ده ما اشتغلوا به وما قبلوه، يعني شافوا زي أي حاجة تاني. حتى الليلة في ناس بيشوف المسيح كان شنو، هو بس نبي عادي، هو يزول عادي، يزول تاني زي باقي ناس. في آية 12 وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. شفت الناس كل اللي بيؤمن في المسيح يا جماعة، الله بيديهم سلطان عشان هم بيبقوا كمان أولاد الله. طالما الله اتبنى المسيح، كل الناس اللي بيؤمنوا في المسيح ده بيكونوا كمان أولاد الله. لكن ما أي أولاد بس، نوع خاص من الأولاد. في آية 13 الذين ولدوا ليس من دم. الناس ما مولودين من الدم ولا من مشيئة جسد، ما من رغبة الجسد ولا نية الجسم ولا من مشيئة رجل، بل من الله. الناس مولودين يا جماعة من الله. المولود من الله بيكون الله، المولود من حيوان بيكون حيوان. ده هيكون مولودين من الله بنفسه. في آية 14 وده من أهم،
والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوهيد من الأب مملوءا نعمة وحقا. آمين. في آية 14 الكلمة ده صار جسدا. في التاريخ ما هنسمع إنه في شخص هو يعني كان في شخصية تاني وهو بقى طلع إنسان، بقى في عنده جسد، عنده جسم. ما حصل في التاريخ. في كل كتب السماوات ما هنسمع كلام زي ده إلا عن المسيح. هو الشخص الوحيد اللي اتولد يعني بطريقة معجزية ومن العذراء، وهو فريد في نوعه. قال شفنا مجد بتاعه، ده مجد بس مختص لزول الجاي من الأب، والمجد ده مليان بالنعمة والحق، مليان بالنعمة وحق. انت لو عايز تعرف الحق هو المسيح، وبيقولوا أنا هو الطريق والحق والحياة، إن لم تؤمنوا فيه تموتون في خطاياكم. المسيح بيقول كده، لو ما بتؤمن بي انتوا هتموتوا في خطاياكم. ولو ما بتعرف قال أنا هو ياهو الخالقكم تموتون في خطاياكم. هل عايز تموت في خطاياك يا أخوي يا أختي؟ خلي بالك. فالحقيقة ده هنلقاه في إنجيل يوحنا 8 آية 34. المسيح كان نطق الكلام ده بقشمه بنفسه، وبيقول فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. انتوا هتموتوا في خطايا بتاعكم يا جماعة لو ما بتؤمنوا إنه المسيح هو سيد حياتكم. فزي ما قرينا في إنجيل يوحنا 1 آية 14 إنه رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الأب مملوء نعمة وحق. كما لوحيد من الأب، يعني الشخص الوحيد عند الأب هو منو؟ هو المسيح. ده الشخص الله الأب يعترف به وسلم له كل المسؤولية. يعني هو المسيح هو يتمم كل إرادة الله الأب، هو واثق فيه كل ثقة، يعني أدله كل مسؤولية بتاعت الكون. فأنت لو قلت أنت عندك شخص تاني بينك وبين الله، أنت يا بتعرف. بالنسبة لي أنا حاجة أنا بعرف إنه النبوءات كله كان بيشيروا إلى المسيح. كل كتب السماوات، كتب التوراة زي ما اتكلم المسيح، كل الكتب فهي تشهد لي، كل الكتب يشهد عن المسيح. وهنا في آيات الفشاشة ده بنلقى إنه المسيح قد يتكلم أو قد يخاطب ناس إنه علاقته مع الله واحد. يعني هو جاء باسم الله وهو بيتم مشيئة الله على الأرض، وما بيعمل أي حاجة من تلقى نفسه. يعني كل حاجة المسيح كان بيعمله بإرادة الله الأب. ففي يوحنا 14 بنلقى هناك إن المسيح بيقول أنا في الأب والأب فيا. يعني شخصية أب يهو في المسيح والمسيح شخصيته في الأب، في اندماج هنا. وفي يوحنا 17 يسوع بيقول كل ما هو لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي. حاجات بتاع الله تابع ليسوع وحاجات بتاع يسوع تابع لله، يعني ما في فرق بينهم. وفي يوحنا 5 بنلقى إنه يسوع بيقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الأب. أيوة، يعني الاحترام والعبادة اللي بيقدموا للأب ده بيقدموا للابن،
وانت لو بتعبد الابن بمعنى بتعبد الاب، ما في فرق. لو قبلت المسيح انت قبلت الله، ولو قبلت الله ورفضت المسيح انا بشوف في مشكلة، لانه المسؤولية سلموها على المسيح وانت بترفض الشخص الوكيل، ها؟ الوكيل الوحيد، هيكون في مشكلة. في يوحنا 14 بيقول أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. إذا كان الناس بيؤمن في الله يا جماعة آمنوا بي. أنا لو أنا ياهو الوكيل، أنا ياهو، أنا هو ياهو هو. إن لم تؤمنوا بي تموتون في خطاياكم. أنا برجعكم تاني ورا، برجعكم عشان تذكروا الآية. وفي يوحنا 14 تاني يسوع بيقول من راني فقد رأى الأب. اللي شافني يا جماعة شاف الأب. يعني في أعمال اللي كان المسيح بيعمله ما في شخص بيعمله إلا الله. فأنتوا لو شفتوا المسيح وسمعتوا بمعنى شفتوا الله وسمعتوا، لأنه كل شيء هو بيعمله كان بقوة الله السماوي. بالنسبة لأخواننا المسلمين نلقى بعض آيات قرآنية اللي بيشير إن المسيح هو الله. ففي سورة آل عمران 45 هنشوف إنه المسيح هنا هو كلمة الله وروح منه. الآية بتقول إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فالملائكة جاء وأكد لمريم إنه الله بنفسه هيبشرك بكلمة منه، والكلمة دي اسمه المسيح. يعني الكلام اللي كان جاي من الله لمريم أصلا الكلام ده المسيح هو ذاته، ده الشخصية المسيح اللي جاء لمريم. فكلام الله هو المسيح بالنسبة للقرآن. في نفس الكتاب سورة آل عمران 49 بنشوف إنه المسيح عنده قدرة على شفاء الأعمى وشفاء الأبرص، وقدرة على إنه يحيي الموتى، وقدرة على الخلق. بيقدر يخلق أشياء بتلقى نفسه، وعنده معرفة في أشياء الناس ما عارفينها. فالآية بتقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرع الأقمى والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالمسيح بيبني الطين في هيئة الطير، وهو بينفخ فيه من داخله من روحه، والطين ده بيبقى طير، بيبقى حي، وده كله بإذن الله. فالقرآن هنا بيقول إنه الله أعطاه الإذن إنه يعمل الجد، ما بس يحيي الطير أو الطين، فهو كمان بيبرأ الأقمى، الناس العميانين والأبرص، وكمان هو بيحيي الموتى بإذن الله. وما بس ده، وكمان بيكلمنا عن كل المأكولات المفروض نأكله والمو مفروض نأكله، وكله حاجات من نخزنه في بيوتنا. قال ده آية لكم، ده علامة لكم كمان إن كنتم مؤمنين، عشان تعرفوا إن هو القادر على كل شيء إن كنتم مؤمنين. ففي
في آية 55 بنلقى إنه المسيح عنده مكان خاصة مع الله، موته وقيامته فريد من موت كل شخص مات على وجه الأرض. فالآية بتقول: إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين أتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أنت لو بتتبع المسيح أنت فوق كل الناس الكفروا ليوم القيامة. أخيرا الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 12 الآية 2: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. فأيها المستمع، كل مرة بنسمع أيها المؤمنون أؤمنوا بالله فتخلصوا. المنبع الإيمان هو يسوع، رئيس الإيمان هو يسوع، هو جاب موضوع الإيمان، هو الأسس. لو رفضت المسيح بمن رفضت الإيمان، الإيمان الحقيقي. هنا بنتكلم عن الإيمان الأصلي، إيمان في الله. فأؤمن في رب يسوع المسيح بتلقى الحياة الأبدية. أؤمن في رب يسوع المسيح بتحيا حياة الميندو نهاية.